فيلمنا بيبدأ مع بنات في مدرسة داخلية وبيكونوا بيتعلموا ازاي حياتهم تبقى ماشية بانتظام، وبتكون كل حاجة بيعملوها في مواعيد محددة، واللي بتخالف المواعيد دي بتتعاقب عقاب محدش بيكون عارفه، لأنهم مش بيشوفوها تاني بعده، فمش بيكونوا عارفين ايه اللي بيحصل فيها. وبنعرف ان البنات دول بيكونوا في المستوى العاشر في المدرسة، وهي بتكون متكونة من 16 مستوى، ولازم ينجحوا في كل مستوى وإلا هيتعرضوا للعقاب اللي محدش عارف هو ايه. وبنشوف بنت اسمها فيفيان وهي بتتكلم مع صاحبتها صوفيا، وبتقول لها ان لما عائلة تتبناها هتطلب منهم ياخدوها معاها، وبيخلصوا كلام ويطلعوا علشان ينفذوا جزء من الأوامر اللي المفروض يعملوها، وهي ان كل بنت في دورها بتقف قدام حوض علشان تغسل وشها بمجموعة كريمات معينة. وبيجي دور فيفيان، بس في الوقت ده بتقع علبة الكريم بتاعت صوفيا، وبتروح فيفيان بسرعة علشان تجيبها لها، لأن بيكون نظر صوفيا ضعيف فمش بتكون شايفة العلبة فين. بس للأسف لما فيفيان بترجع بيكون دورها خلص، وبيجي الحراس في الوقت ده وبياخدوها لأقل مستوى في المدرسة علشان يتطبق عليها العقاب، وسط عييط وخوف من فيفيان. وبتكون صوفيا شايفة كل ده، وبالرغم من كده مش بتتدخل ولا بتعمل أي حاجة. ويعدي الوقت وبنشوف فيفيان وهي في المستوى ال16 والأخير، وبتتكلم معاها هي وباقي البنات المدرسة بتاعتهم واللي بيكون اسمها بريكسل، وبتقول لهم ان بعد المستوى ده هيجي عائلات علشان يتبنوهم، وبيكونوا البنات فرحانين جدا لانهم هيخرجوا من المكان ده. وبتقول لهم المدرسة ان هم هيروحوا القاعة اسمها رولز، ولما بيروحوا بتتفاجئ فيفيان بزميلتها صوفيا اللي كانت معاها في المستوى العاشر وغدرت بيها، لكنها مش بتتعامل معاها وبتتجاهلها خالص. وبتكون فيفيان زي القائدة بتاعتهم كده لأنها أشطر واحدة فيهم. وبنشوف الروتين المتكرر للبنات، ومن الروتين ده بيكون فيتامينات بياخدوها، وبيكونوا في استراحة وفيفيان بتكون في الحمام، فبتدخل صوفيا وراها علشان تعتذر لها على اللي حصل منها زمان وتوضح لها الموقف، بس فيفيان مش بترد عليها وبتمشي وتسيبها. وبعدها بتجيلهم المس بريكسل وبتديلهم فساتين وبتقولهم يلبسوها بكرة علشان في عائلات هتيجي علشان يتبنوا بنات منهم، وبياخدوها وبيكونوا فرحانين جدا. وبيجي الليل وبتنام كل البنات ما عدا صوفيا. وتاني يوم بتتكلم صوفيا مع فيفيان وبتقول لها ما تاخدش الفيتامينات اللي بياخدوها في استراحة الغدا، وتطلب منها ما تقولش لحد على ده. ولما بتيجي استراحة الغدا بتعمل فيفيان نفسها بتاخد الفيتامين وتدخل الحمام بعدها وبترميها. ولما بيجي وقت النوم بيكونوا كل البنات نايمين ما عدا فيفيان وصوفيا، وبتقول صوفيا لفيفيان ان البنات دول نايمين علشان الفيتامينات اللي بياخدوها وقت الغدا، وتطلب منها لما حد يدخل عليهم تعمل نفسها نايمة علشان محدش يعرف انهم صاحيين ومش بياخدوا الفيتامين، وبيحسوا بحركة حد جاي فبيعملوا نفسهم نايمين. وتدخل المدرسة بريكسل وبتخلي الحراس تاخد فيفيان وبنت تانية وبتوديهم في أوضة، وتكون فيفيان مش عارفة ايه اللي بيحصل، وبتحاول انها تفوق زميلتها لكنها مش بتفوق من المنوم اللي في الفيتامينات، هو بتعمل نفسها نايمة بسرعة قبل ما حد يدخل. وبتدخل بريكسل ومعاها راجل وست كبار، وتتكلم بريكسل معاهم على بشرة البنتين وقد ايه هم مهتمين بيها، وبتقول لها الست العجوزة ان هم هيشتروا فيفيان، وبيرجعوا فيفيان والبنت للأوضة وبياخدوا بنتين غيرهم. وأول ما بيمشوا بتتكلم صوفيا مع فيفيان وبتقول لها ان الباب مفتوح ودي فرصتهم علشان يهربوا، بس فيفيان بتقول لها ان الهواء والمية بره المكان ده ملوثين، فبترد عليها صوفيا وبتقول لها ان مفيش كده وان هما بيغشوهم وبيقنعوهم بكده. بس في نفس الوقت بتيجي بريكسل هي والحراس بالبنات اللي اخدوهم وبياخدوا صوفيا المرة دي. وخرجت فيفيان بعد ما مشوا علشان تحاول تهرب، لكنها بعد ما وصلت لآخر الممر بتلاقي الباب مقفول، فبترجع بسرعة قبل ما حد يجي. وتاني يوم بيكون ميعاد الفحص الطبي، وده مع دكتور اسمه ميرو، وفي الوقت ده بياخدوا حقن لقاح. ولما بيجي دور فيفيان بيحس الدكتور انها فايقة اكتر من البنات، فبيسألها اذا كانت بتاخد الفيتامينات ولا لأ، فبترد عليه فيفيان وبتقوله انها بتاخدها بانتظام. وفي وقت الغدا واحدة زميلتهم بتتعب، وبيلاحظوا كلهم ان في حاجة غريبة على جلدهم بسبب الحقنة. وتاني يوم في الفحص بيكون الدكتور شاكك في فيفيان، فبيقول لها انه هيديها حقنة فيتامين، وبيكون مش قدامها حل غير انها توافق تاخدها علشان ما يتشكش فيها. بس لما بتاخدها بتكون تعبانة طول اليوم، وبتتكلم معاها صوفيا وبتقول لها ان الحل للخروج من هنا هو انهم يكون معاهم البطاقة اللي بتفتح الابواب. وعلشان بتكون فيفيان مش فايقة طبعا من الحقنة بتعلي صوتها وهي بتتكلم، وده بيكون مخالف للقوانين اللي اتعلموها.
وبتقول بنت من اللي معاهم للميس بريكسل على ده، وبتيجي بريكسل وبتاخد فيفيان وبتحبسها في مكان لوحدها، وبتقول لها احفظي المميزات الأنثوية، وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بتكون صوفيا مجهزة نفسها علشان تسرق البطاقة بتاعة الحارس اللي بيدخل الأوضة، وده بيكون عنده مشكلة في رجله. هو أول ما بيدخل بتخنقه بالحبل، هو مش بيعرف يدافع عن نفسه بسبب رجله طبعا، وبيقع وبتسرق منه البطاقة علشان تهرب. هو قبل ما تهرب بتفتكر فيفيان، فبتروح بسرعة علشان تخرجها وتاخدها معاها، بس جرس الإنذار بيضرب، وبكده مش هتلحق تهرب هي وفيفيان. وبيجي الحراس وبيمسكوها وبيودوها الدور الأرضي للعقاب، وبتكون خبت البطاقة طبعا. وبتيجي بريكسل عشان تدي البنات الفيتامينات بإيديها، والمرة دي مش بتعرف فيفيان إنها تهرب من إنها تاخدها، وبيرجعوا على أوضهم. وبتحاول فيفيان إنها ما تنامش وتقوم تدور على البطاقة في سرير صوفيا، وبتلاقيها فعلا وتحاول تفتح الباب، لكن المرة دي بيكون مقفول بمسامير، بس هي بتقدر تفكهم وبتفتحه بالبطاقة. هو بتخرج وبتلاقي بريكسل في أوضة الدكتور ميرو، هو بتسألها صوفيا فين، فبترد عليها بريكسل وبتقولها هي بخير، بس لازم تاخدي حقنة الفيتامين دي علشان اوديكي ليها. فبتاخدها فيفيان منها وبتديها لها في ظهرها. هو بتخرج بسرعة وتروح لصوفيا وبتخرجها، لكن وهم في طريقهم بتكون الصدمة بالنسبة ليهم لما بيشوفوا جثث زمايلهم اللي قالوا لهم انهم اتبنوا من عائلات، وبيكون جلد وشهم مش موجود. وبتروح صوفيا علشان تهرب باقي البنات معاهم، وتدخل فيفيان أوضة المكتب وبتلاقي معروض إعلان لدكتور ميرو، ومحتوى الإعلان ده بيكون إنهم بيقدروا يغيروا وش أي حد من التجاعيد اللي بتيجي مع كبر السن. وبتفهم فيفيان وقتها إنهم كانوا بيربوهم كل ده ويهتموا ببشرتهم علشان يبيعوها للأغنياء، وبتكون منهارة من اللي عرفته طبعا. وفي الناحية التانية بتكون صوفيا قدرت تخرج كل البنات، وبياخدوا بريكسل وبيحبسوها في المكان اللي كانت حابسة فيفيان فيه قبل كده، وبيخرجوا كلهم من المدرسة. بس بيقدر حارس من الحراس انه يمسك صوفيا، لكن فيفيان مش بتسيبها وبتروح علشان تدافع عنها، وبيضربوه وبيرموه من فوق السطح، وبيكونوا خلاص هيطلعوا من المكان، لكن في 2 من الحراس بيوصلوا بالعربية، وتدخل فيفيان هي وصوفي في أوضة وبيقفلوا عليهم الباب. وبيجي الدكتور ميرو وبيطلب منهم يفتحوا الباب ويطلعوا، بس فيفيان بتطلب وتمسك وشها وبتقوله ده يبقى بكام، فبيقول لها ان هو رباهم بدل اهلهم اللي رموهم واستثمر فيهم كل ده. بس بتمسك فيفيان حاجة وبتعور وشها بيها، ومش بيصدق الدكتور ميرو اللي هي عملته، وبينهار من الصدمة. وبيكونوا الحرس اللي معاه بيكلموا حد في التليفون وقتها وبيحكوا له اللي حصل، وبيقولوا للدكتور ميرو ان اللي بيكلمهم ده عاوزه، وبياخدوه وقتها وبيمشوا. وتاني يوم الصبح بيدخل حد عليهم في الأوضة وبيكونوا الشرطة، وبيخرجوهم، والأول مرة في عمرهم بيتعرضوا لضوء الشمس. وبيخلص آخر مشهد في الفيلم وهما ماسكين إيد بعض، وهنا بتكون نهاية فيلمنا.